صباح الفانتازيا يا رجاله، اسبوع جديد بقى وحرقه دم جديده وتوتر واعصاب في الارض. الناس كلها بقى بتسالني نبيع مين ونجيب مين. المشكله ان محدش فاهم اي حاجه في الفانتازيا السنه دي. بس تعالوا بقى كده نفصلها فريق فريق ونشوف هنعمل ايه واللعبه مين اللي هنجيبها ونشوف بقى الوضع يبقى ماشي ازاي. تعالى اما اقول لك تعالى. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس. كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. نبدا بالبلوز، شكلهم داخلين على جدول عسل كده، وبص يعني حلو قوي. عندهم ساندرلاند على ارضهم وتوتنهام بره ارضهم، وهيرجعوا يقابلوا تاني الولفرز في ارضهم. جدول كده يخليك تقول يا رب يكونوا فاكرين نفسهم نادي كبير ويعملوا حاجه بقى. جواو بيدرو خليك صبور عليه كده يا مؤمن. انا بعته، بس انت خليك صبور عليه لانه ممكن يعمل حاجه، وهو بيعمل حاجه، بس ممكن بقى ماتشات الثلاثه دول يعمل حاجه. كايسيدو طبعا احنا شفنا الواد متالق وبص وقلب الدنيا، فيعني اديله فرصه كده وخليه معاك. بالنسبه بقى لانزو فغالبا ان هو رجع وجاهز، فيعني لو معاك سيبه، لو مش معاك بقى فكر تشتريه لو انت بتدور على حاجه ديفرنشال قوي. ولو انت بقى واد جامد بقى ومفيش منك اتنين وبتدور على حاجه ديفرنشال وغريبه، ففكر في نيتو او ستيفاو او جيمس. 18 نقطه لوحدك يا ظالم. انا بقى واحد متفائل بكلين شيت لتشيلسي، فيا مسهل يا رب. نيجي بقى لمانشستر سيتي، تقول لي بقى كلين شيت للسيتي فانساها. انا مش متفائل بان في كلين شيت للسيتي، ده مبدئيا كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش كلين شيت للسيتي. هالاند لو مش عندك روح امسح اللعبه او اعمل اكونت تاني وهات هالاند. المهم هالاند يبقى عندك. ادينا احنا شايفين بقى له 3 جولات بيعمل ايه، والكابتنه لازقه فيه ما بتروحش لحد تاني. بالنسبه لفودن فحاول تخليه معاك لانه ممكن يعمل حاجه قدام استون فيلا، فيعني دي حاجه مميزه شويه. نيجي بقى الرايندرز اللي بص موتني في الجولات الاولانيه. يا معلم رايندرز لو عندك بيعه، اسمعني وبيعه. انا بايعه اصلا من الجوله الرابعه باين. لو جيت بصيت هتلاقي في بدائل كتير له وبنفس السعر واحسن منه. عندك انزو وكايسيدو وسار، الثلاثه بص يعني والسعر قريب واحسن منه بكتير. نيجي بقى لليفربول، الجدول بتاعهم مش مطمن خالص، وبالذات بعد الماتشات اللي فاتت اللي احنا شفناها الجدول مش مطمن. عندهم برونتفورد واستون فيلا والسيتي، يعني 3 ماتشات صعبين. بالنسبه لصلاح فصلاح لو عندك يعني حاجه اول مره اقولها في الفانتازي بيعه. يعني انا واحد من انصار صلاح وبحب صلاح، بس انا اول مره ابيعه في الفانتازي. انا بعته في الجوله السادسه، عملت وايلد كارد وبعت صلاح. بالنسبه لجابكو فانا شايف ان هو اهم واحد في الفريق وبيروح على الجون كتير، فعشان خاطري خليه معاك يعني ما تفرطش فيه. بالنسبه لايزاك فاصبر عليه شويه لان الواد لسه داخل جديد في الفرقه وكلام من ده، فيعني على ما يتاقلم بقى وياخد وضعه، مع انه 4 خساره في ال4 ماتشات اللي لعبهم، بس استنى لما ياخد وضعه. اصبر عليه بس شويه. نيجي بقى للكارثه بتاعت ليفربول، هو الدفاع. انصحك وبشده ما تجيبش اي حد من دفاع ليفربول. انا ما عنديش حد من دفاع ليفربول من الجوله الرابعه مثلا. من الجوله الرابعه وانا ما عنديش حد من دفاع ليفربول. يعني فان دايك ب 9 مليون وفرهم، وهات كوكوريا اللي انا قلت عليه كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت، او هات لك مثلا حد من ارسنال مثلا ولا فيوري مثلا، فكر فيه. نيجي بقى للارسنال، بص يا صاحبي لو عايز تلعبها صح بقى في موضوع الارسنال ده، وايلد كارد حلوه، 2 دبل دفاعي وواحد هجوم، كده انت ضمنت نقط كتيره جدا في ال3 جولات اللي جايه دي. ارسنال جدولها سهل، عندهم كريستال بالاس وبيرنلي وساندرلاند، فضامن نقط. اسمع مني انا ضامن نقط. بالنسبه لجيوكيريس فهو مش شغال بقاله فتره كده يعني، بس اصبر عليه ماتش كريستال بالاس كده وبعد كده شوف هتعمل معاه ايه. بالنسبه لساكا فهو مع ضربه الجزاء واخطر لاعب في الفرقه يعني. اصبر على النقط، اصبر يا صاحبي، هتيجي. نيجي بقى لتوتنهام. بص يا سيدي، توتنهام ده داخل على جدول كده اللي هو استرها علينا يا رب، جدوله صعب. ايفرتون وتشيلسي واليونايتد، مفيش كلين شيت. اسمع مني انا مفيش كلين شيت. فان ديفين يعني حاول تطيره، هو خلاص خد وقته في الجولات الاولانيه وانا حاسس ان هو خلاص جاب اخره كده. برده ريتشارلسون يعني برده فاهم ما بيعملش حاجه قد كده ومش هيجيب لك نقط، فيعني ابعد عن توتنهام عامه يعني، ابعد عن توتنهام، بس مش هقدر اقول لك غير كده. نيجي بقى لايفرتون. ايفرتون جدولها صعب شويه الى حد ما يعني، لان عندهم توتنهام وساندرلاند وفولهام. نضاي لو عندك لعبه اساسي لان انا متوقع ان هو هيسجل وهيجيب نقط حلوه، ولو مش عندك فكر تدخله فريقك كده يعني، فكر فيها. جريليتش لو عندك لعبه اساسي، انا غلطت غلطه وبعته الجوله اللي فاتت، بس هو لو عندك لعبه اساسي انا بتوقع كلين شيت لايفرتون، هيحصل لهم كلين شيت ان شاء الله على الاقل في ماتش من ال3 ماتشات دول يعني. نيجي بقى لليونايتد. اليونايتد عندها برايتون ونوتنجهام فورست وتوتنهام، يعني 3 فرق كده اللي يومك فانتازيا راسا على عقب، يعني ما تعرفش انت رايح فين وجاي منين. مبومو طبعا سوبر ديفرنشال، واحنا شفنا عمل ايه مع ليفربول والجون الاسرع اللي جابه. بالنسبه لبرونو فخليه يعني لو معاك سيبه، لان الراجل ده وجوده في الفرقه هو بيحرك كل الناس اللي حواليه، وانا متاكد ان هو بيعمل حاجات كتير جدا في الفرقه. بالنسبه بقى للكلين شيت فانسى يعني، ده اليونايتد مش سور الصين العظيم يعني، ما فيش هيحصل كلين شيت اصلا. اسمع مني انا. نيجي بقى لنيوكاسل.
اللي داخل بقى على فولهام وويست هام وبرنتفورد. بالنسبه لنا فده جدول مثالي جدا لنيوكاسل. ما معكش بيرن او بوب هاتهم معاك، لعبهم وخلوهم معاك في الفرقه. الواد فولتمايت ده ديفرنشال قوي. انا جبت الجوله اللي فاتت واللي قبلها، والجوله اللي فاتت جاب لي نقط وكنت بلعبه، والجوله اللي قبلها قعدته في الدكه، بس انا كنت ندمان ان انا قعدته في الدكه بصراحه والله. بالنسبه لجوردن فاصبر عليه شويه، انا متاكد ان الواد ده هيعمل حاجه حلوه قوي. نيجي بقى لبرونوس اللي ناس كتير جدا فاكرين ان الفريق ده سهل. خد مني هتتفاجئ، هتتفاجئ والله، لان الفريق ده بيكسب في ماتشات غير متوقعه اصلا. عندهم نوتنجهام والسيتي واستون فيلا. انا اتوقع كلين شيت مع استون فيلا والسيتي، غير كده لا. سينسي اسمع مني انا والعبه، الواد ده رهيب دفاعيا. سيميوني هاته كده احطه في الفرقه، اخش نام اتغطى، انسى كل حاجه، الواد ده هيكيفك بصراحه، هيكيفك نقط. بالنسبه بقى للهجوم ففينيلسون وكروبي الاثنين مولعين الدنيا وهيجيبوا لك نقط حلوه، ففكر فيهم كده، لو مش عندك هاتهم، ولو عندك لعب. نيجي بقى للحاجات والتريكات اللي ايه خلي بالك منها. نوتنجهام فورست جالها مدرب جديد كده، شون دايتش. الراجل ده ظبط الدفاع وقلب الدنيا في نوتنجهام فورست. لو عندك حد من نوتنجهام فورست ما تبيعوش عشان نجرب المدرب الجديد هيعمل ايه بالنقط اللي هناخدها بالسالب. بالنسبه لروجرز فهو متالق بقاله 3 جولات، عمل اسيستين وجاب جون، والواد متالق وديفرنشال حلو قوي، فخليه عندك، او لو مش عندك فكر هاته. لو انت بقى بتحب الاختلاف بقى ودماغك رايح في حته ثانيه خالص ففكر في ويلبك. الواد ده خيار سوبر ديفرنشال. الواد ده مهاجم قناص كده وفورمه عاليه، واخر ماتش جاب جونين. واتكنز لو لسه عندك هتعمل حاجتين، اول حاجه انك هتبيعه، تاني حاجه انك هتمسح اللعبه. يعني اسمع مني ده، واتكنز ما تقعدوش عندك في الفرقه. بالنسبه لسيسكو فانا متوقع ان هو هيسجل ضد برايتون. برايتون اللي اكبر مشاكل عنده واكبر نقطه ضعف عنده هي مركز راس الحرب، فسيسكو انا متاكد ان هو هيسجل في الماتش بتاع برايتون. ده بقى كان تحليلي الجوله التاسعه من فانتسي الدوري الانجليزي. لو استفدت حاجه دوس لايك، ما استفدتش حاجه برضه دوس لايك يا صاحبي، يعني ادعمنا كده بلايك حتى وسبسكرايب، واعمل شير بقى للفيديو لاصحابك قبل الجوله، يمكن ننقذ حد من لعيب فاشل او كابتنه فاشله. ومستني برضه رايكم في الكومنتات. سلام.